السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنتحدث عن آخر أخبار المنتخب اليمني، لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مدرب المنتخب اليمني المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب يستدعي محترفين جدد للانضمام إلى قائمة المنتخب اليمني، وهم اللاعب محمد ميهوب جناح أيسر يلعب في نادي بولتون الإنجليزي في الدرجة الثانية، واللاعب طارق شهاب محور ارتكاز يلعب في نادي برايتون الإنجليزي في الدرجة الثانية، واللاعب معاذ الريمي يلعب في نادي نجران السعودي في الدرجة الثانية، واللاعب نادر سهلة يلعب في نادي النجوم السعودي في الدرجة الثانية، إضافة إلى المحترفين الذين سيتم استدعائهم في الأيام القادمة، وهم اللاعب حمزة الريمي واللاعب أيمن الهاجري واللاعب عبد الواسع المطري واللاعب ناصر محمدون. ونحيطكم علما بأن الاتحاد الإماراتي يخدم المنتخب اليمني بقرار إلغاء المباراة الودية التي نظمها الاتحاد اليمني مع الاتحاد الإماراتي، وكذلك منع المنتخب اليمني من إقامة معسكر في دبي في دولة الإمارات. لا نعرف ما هي الأسباب التي دعت الاتحاد الإماراتي لاتخاذ هذا القرار، لكن إن شاء الله سنوافيكم بآخر الأخبار. إلى هنا ونكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.